أهلا وسهلا. الانتخابات الوطنية هي الانتخابات اللي تهم انتخاب المؤسسات السياسية اللي عندها بعد وطني تهم البلاد كوحدة، وما هيش انتخابات متاع هياكل جهوية أو محلية. ونفرقوا هوني بين الانتخابات الرئاسية من جهة والانتخابات التشريعية من جهة أخرى. الانتخابات الرئاسية هي الانتخابات الخاصة باختيار رئيس الدولة، يعني رئيس الجمهورية، وهو انتخاب يصير على الدائرة واحدة وهي تونس الكل وحتى الدوائر بالخارج، خاطر فما منصب واحد اللي هو منصب رئيس الجمهورية، رئيس اللي يمثل التوانسة الكل. والانتخابات الرئاسية تصير في الظروف العادية مرة بعد 5 سنين، والرئيس اللي عدى المدة الرئاسية متاع ال5 سنين الأولانيين في منصب رئيس الجمهورية عنده الحق يعاود يترشح مرة بركة أخرى للرئاسة لنفس المدة، يعني 5 سنين أخرين. في الجملة ما يفوتش 10 سنين الكل في الكل. ومهم نعرفوا أنه ينجم يصير الانتخابات قبل ما توفى مدة ال5 سنين. إذا مثلا توفى الرئيس قبل ما يكمل مدته، في الحالة هذه يشد رئيس المحكمة الدستورية بالوقت بلاصة رئيس الجمهورية ويعوضه في منصبه وقتيا لسد الشغل. شنو يقول قائل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية؟ في دستور 2022 اللي باش يترشح لمنصب رئيس الجمهورية يلزم تتوفر فيه الشروط هذه: يكون مسلم أو مسلمة، يكون تونسي أو تونسية، يعني عنده الجنسية التونسية هو وبوه وامه وعزيزه جده من بوه ومن امه، والكلهم يكونوا توانسة من غير قصان. يكون عمره زادة أو عمرها 40 سنة على الأقل، ما يكونش عنده جنسية أخرى غير الجنسية التونسية. كيفاش يتم انتخاب رئيس الجمهورية إذا كان توفرت فيه الشروط؟ انتخاب الرئيس يصير بالأغلبية، يعني اللي عنده أكثر أصوات يربح، وينجم يكون هالانتخاب على مرتين أي في دورتين. هاو كيفاش تكون العملية؟ سهلة ماهل. كان واحد من المترشحين يصوتوا له أكثر من نص الناخبين المسجلين اللي مشاو صوتوا، وتتسمى الأغلبية المطلقة. وقتها المترشح هذاك اللي هو يربح من الضربة الأولى ويولي رئيس من الدورة الأولى. أما كان حتى واحد من المترشحين ما تحصل على الأغلبية هذه أي أكثر من نص في الدورة الأولانية، وقتها تصير الدورة الانتخابية الثانية في الجمعتين اللي يجيوا بعد ما تتعطى نتائج الدورة الأولى. شاركوا فيها المترشحين الزوزة كهو اللي جابوا أكثر أصوات في الدورة الأولى، ويربح المترشح اللي جاب فيهم أكثر أصوات في الآخر. أما الانتخابات التشريعية نحكيه هوني على انتخاب الزوز مجالس اللي كونوا البرلمان، مجلس نواب الشعب من جهة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من جهة أخرى. انتخاب مجلس نواب الشعب يتم الانتخاب متاع أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة 5 سنين. بالنسبة لكيفاش يتم انتخاب نواب الشعب مهم برشا نعرفوا اللي الانتخاب يكون على الأشخاص، يعني على الأفراد، مش على الليستات أو القائمات، وبالأغلبية. معناتها المترشحين في كل دائرة انتخابية باش يكونوا كل واحد منهم مترشح على روحه وحده، ما معاه حد، يترشح كفرد كشخص، والناخب باش يختار واحد من المترشحين في الدائرة اللي باش ينتخب فيها. الحكاية سهلة، في كل دائرة باش يترشح واحد ولا أكثر من واحد. كان ترشح واحد بركة في الدائرة الانتخابية هو اللي يربح ويولي نائب علينا في مجلس نواب الشعب مهما كان عدد الأصوات اللي تحصل عليها، وهوني ما نستحقوا كان الدورة واحدة متاع انتخابات. وكان ثم أكثر من مترشح، وقتها الناخب يختار واحد منهم كهو من المترشحين المكتوب بسميهم في ورقة التصويت. وهوني نوليو نفرقوا ما بين حالتين. في الحالة الأولى كان واحد من المترشحين دبر أكثر من شطر الأصوات الصحيحة المعلن عنها، يعني 50% منها زايد صوت واحد على الأقل، وتتسمى الأغلبية المطلقة. باش ناخذوا مثال نبسطوا به الحكاية. كان عندنا 1000 صوت والمترشح جاب أكثر من 500، وقتها يربح البلاصة الوحيدة في الدائرة من الدورة الأولى، التور الأولاني، وما نحتاجوش باش نعملوا دورة ثانية اللي هي التور الثاني متاع الانتخابات. في الحالة الثانية كان حتى واحد من المترشحين في الدائرة ما جاب أكثر من شطر الأصوات كيما رينا، وقتها نتعداو الدورة ثانية متاع الانتخابات يشارك فيها شكون؟ الزوز المترشحين اللي جابوا أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولانية، ويربح المترشح اللي جاب منهم أكثر أصوات في الآخر ويولي نائب مجلس نواب الشعب المدة محددة. يبقى شكون عنده الحق يترشح باش يولي نائب في مجلس نواب الشعب؟ في دستور 2022 اللي باش يترشح لمجلس نواب الشعب يلزم يكون ناخب أو ناخبة كما فسرنا قبيلة، يكون مولود من بو تونسي ولا من أم تونسية، يكون عمره أو عمرها 23 سنة كاملة نهار التقديم الترشح متاعه، ما يكونش أو ما تكونش محروم أو محرومة من الترشح حسب القانون متاع الانتخابات. والقانون متاع الانتخابات زاد برشا شروط أخرى،
أهمها الشروط الجديدة أنه المترشح ما عندوش سوابق عدلية، يعني بطاقة متاعو عدد 3 نظيفة، متحصل على تزكية بتقديم ليستة متاع ناس زكاوه، يعني قبلت باش تترشحوا وحصلت فيها أسامي متاع 400 ناخب مسجل في الدائرة اللي باش يترشح فيها، على شرط يكون 200 منهم رجال و200 منهم نساء، والربع متاع ال 400 مزكي، يعني 100 منهم يكونوا شباب عمرهم أقل من 25 سنة، 50 رجال و50 نساء. مع العلم اللي باش يزكي المترشح ما عندوش الحق يزكي أكثر من مترشح واحد، ويمكن للناخب الناخبين بعريضة مصحة من عدد منهم يحدوا القانون يقدموا عريضة بسحب الوكالة من النائب، يعني يوضعوا حد لمدة نيابته قبل وقتها بعد احترام مجموعة من الإجراءات. انتخابات أعضاء مجلس الوطني للجهات والأقاليم، الانتخاب متاع نواب المجلس للجهات والأقاليم يصير بطريقة غير مباشرة، يعني ما يشاركش فيها الناخب بيدو، ومش هو اللي يختار بصفة مباشرة الناس اللي باش يمثلوا في المجلس هذايا. بالعكس النواب هذوما يختارهم نواب اخرين منتخبين متاع المجالس الجهوية ولا متاع مجالس الأقاليم. ويمكن كذلك سحب الوكالة من عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم بنفس شروط سحب الوكالة بتاع أعضاء مجلس نواب الشعب.